المباريات بتبقى هامة جدا بالنسبة لنا. النهارده كانت مباراة مهمة جدا لعدة اعتبارات. أولا الأساس في إن الثلاث نقاط بيفيدونا في مشوارنا طبعا. بنحافظ على المقدمة وبنحافظ على الفارق، وفي نفس الوقت يمكن احنا مقسمين المباريات لمراحل. المرحلة بتاعت وادي دجلة النهارده هي مرحلة بينتهي بيها 3 مباريات زي ما كنا مقسمين في الدور الاولاني، لان هنخش في كاس مصر وبعدين هنخش في افريقيا وبعدين هنستأنف في الدوري تاني، فكانت مرحله مهمه جدا. فرقه وادي دجله فرقه مميزه وبتأدي بشكل كويس، وفي المباراه الاخيره يمكن قدرت تعمل نتائج كويسه. يمكن ما فازتش في كل المباريات، لكن قدرت تحافظ على شباكها اعتقد ل6 مباريات. وفرقه مميزه معاها مدير فني مميز ميدو. لكن شفنا النهارده طبعا يعني اداء النادي الاهلي النهارده. اعتقد فرقه وادي دجله في البدايه حاولت ان هي تعمل بعض الضغط الهجومي علينا على اساس تتجنب الضغط الهجومي اللي احنا ممكن نبدا بيه المباراه، لكن ده ما غيرش من فكرنا. يعني ما قدروش يستمروا لدقائق، وفي نفس الوقت حصل طبعا سيطره من فرقه النادي الاهلي. انا عاوز اقول اجمالي المباراه في سيطره للنادي الاهلي. يمكن ما كانش فيه شراسه في بعض الاحيان في الهجمات اللي جات لنا بالذات في الشوط الاولاني، لكن نتيجه الاداء في الشوط الاولاني ادى ان فرقه وادي دجله كمان تتراجع اكتر وتتحفظ اكتر وتتخوف اكتر. في الشوط الثاني كان في ضغط هجومي، لكن الشراسه الهجوميه مع الزياده العدديه ما كانش على ما يرام. طبعا المباراه ما بتخلصش الا مع صفاره الحكم. الحمد لله قدرنا نسجل هدف. يمكن ضيعنا برضو الكره اللي جت في القائم وفي عده فرص، لكن بحيي اللعيبه على ادائها. مباراه اعتقد من جانب واحد، لكن فرقه وادي دجله ادت بالشكل التكتيكي المطلوب مع النادي الاهلي. على الجانب الاخر عشان ما يبقاش فيه اسئله لاي حاجه، انا وميدو زملاء، ويمكن اللي حصل النهارده دي نرفزه ملعب. انا حزين ان هي حصلت، لكن اعتقد ان كان في حماس من ميدو شويه في رد فعله ان هو لما الكره وقفت، لكن احنا زملاء وكانت نفاذة ملعب النهارده ما كنتش اتمنى ان هي تحصل. ومش هيبقى ليا اي تعليق، يعني هو ده تعليق عشان حد هيسال سؤال. انا بقول نفاذة ملعب ما كنتش اتمنى ان هي تحصل بيننا احنا الاثنين النهارده، لكن انا باكد ان الجانب الاخر ان فرقه وادي دجله حاولوا لما الكره وقفت هم يسيروا الموضوع شويه، وده يمكن الخطا. حاولت اتجنب ان انا ما اتعاملش مع الموقف، كان في اصرار ان هم ييجوا ويتكلموا، لكن انا بقول دي نفاذة ملعب وانتهت. اتفضل. والله يبارك فيك، الله يخليك. المباراه الثانيه على التوالي بنشوف شكل الفريق في الشوط الثاني بيتغير، بنشوف زي ما حضرتك قلت في شراسه هجوميه على شكل الفريق يعني. فحابين نعرف الكلام اللي حضرتك بتقوله، يعني عشان نعرف ايه اللي حضرتك بتعمله في الشوط الثاني بنقدر نحاول بيه شكل الفرقه لا انا يعني اكيد محمد مش هقدر اقول لك ايه اللي انا بقوله بالظبط، لكن اكيد الشوط الاولاني بيبقى فيه رؤيه لحاله الفريقين، تعامل المدرب مع حاله الفريق المنافس في الايجابيات والسلبيات اللي موجوده. طبعا تركيزنا كون انت بتقول بيبقى فيه تحول، يبقى احنا بنقدر نتعامل مع السلبيات اللي موجوده عند الفرقه الثانيه والسلبيات اللي كانت موجوده عندنا في الشوط الاولاني بشكل افضل، فبيحصل تحسن في الشوط الثاني. لكن اتمنى طبعا ان يبقى في شراسه اكتر في انهاء الهجمات، لان بنشوف معظم المباريات بيبقى مسيطرين، بيبقى عندنا فرص كثيره، لكن الحمد لله بشكر اللعيبه لان اللعيبه بتعمل مجهود كبير جدا يعني. اتفضل. الله يبارك فيك يا عم، الله يخليك. بس اسال حضرتك، الماتش اللي فات شفنا كان في عمرو جمال ومتعب نزلوا سجلنا هدف. الشوط ده برضو الماتش ده برضو شفنا لما بقى في ضغط هجومي بنقدر نسجل هدف. ليه الاهلي ما بيبتديش كده بدري؟ ما ينفعش في الكوره، ما ينفعش، لان هتقول لي ان انت ليه ما تبتديش. لا، في حالات، في اعتبارات ومعايير كتيره جدا يعني طبعا خاصه باللعيبه بتاعتي مش هقولها لك برضو، لكن ما ينفعش ابتدي بالشكل اللي انت بتقول لي انت ما بتبتديش. لا ما انا ببتدي بدري الحمد لله، ببتدي بدري وتغييراتي بتبقى في توقيتاتها، لكن في سير مباراه وفي حاله لعيبه منافسه وفي حالات لعيبه عندي وفي حالات بدنيه للعيبه اللي عندي استخدمهم. انت في اعتبارات كتيره جدا يا احمد. يا الله يبارك فيك، الله يخليك. خلاص يا جماعه اتفضل. انا مش عارفك من البتاع اللي انت لابسه ده احمد ولا مش احمد؟ ما يقول انا عارف ان هو احمد طبعا، بس انا مهزر.
كابتن. الله يبارك فيك. حابب اسال حضرتك سؤال كده بلغه الكوره، انت بتزهق كمدير فني من الفرق اللي قدامك؟ في فرق انت بتلعبها الفرقه كلها بتلعب ما بتلعبش كوره، يعني بيفضلوا مقفلين لغايه 90 دقيقه كلها تمام. على امل ان هو يبقى خارج تعادل. وحاجه ثانيه، هل ابتديت تستشعر ان في ارهاق بالنسبه للعيبه الاهلي بسبب الضغط اللي بيعملوه 90 دقيقه، ولا هل بتتعامل معاه؟ لا هو طبعا ما ينفعش ازهق، لان بيبقى متوقع اسلوب الفرقه اللي هتلعب قدامك ازاي، وانت بتحط كل التوقعات. وفي نفس الوقت انا بقول يعني يمكن فرقه وادي دجله النهارده في بدايه المباراه حاولت تعمل ضغط هجومي في البدايه، لكن سيطرتك انت برضو في الاستحواذ وفي برضو رد الفعل الهجومي ادى ان هم طبعا تراجعوا بشكل سريع جدا. كان بيعتمد على الكور الطويله. كان في برضو عندنا بعض التاخر شويه في الكره الثانيه، يمكن جت كذا كوره. الكوره الثانيه اللي بالطب يعني كان التعامل فيه كسور مننا شويه، لكن قدرنا طبعا برضو بين الشوطين نتكلم على الحته ديت. الشوط الثاني اعتقد سيطره كامله في اجمالي المباراه، اللعيبه ادت بشكل كويس. لكن ما بزهقش طبعا، ما ينفعش ازهق، لان بيبقى قدر فرقه النادي الاهلي كده، والفرق في فرق برضو في الدوري بيبقى الفرقه بتقابلها بالشكل دوت، فلازم نتعامل معاها ولازم اللعيبه تتعامل معاها، والحمد لله احنا بنوفق في الاخر، توفيق ربنا الحمد لله. مره ثانيه مبروك للكابتن. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.